بعد بيع مية النيل لأثيوبيا بدعم إماراتي أمريكي إسرائيلي، عبد الفتاح السيسي النظام البائس مطلع قرار بيقول لك اللي هيتكلم عن المية أو جودة المية أو نقص المية أو أي حاجة تخص المياه في مصر غرامة 500 ألف جنيه وحبس. ده احتلال داخلي لا محالة. أنا عايز أوريك بقى الناس في الغيطان المصرية بيرووا بمية شكلها إيه. اتفضل لو سمحت. دي الميه دي ايوه بالشكل ده عكره، وعارفين ان هي بتجيب فشل كلوي للناس كلها، بس مفيش مخرج كده. يعني بتلعب ناس بقى لها 17 يوم، طب هنجيب منين؟ الزرع هيموت قدامنا اهو، مفيش مخرج اهو. يعني الميه ميه الصرف يا جماعه. ايوه هي دي ميه الصرف اهي، الفاصوليا والطماطم. ايوه والموالح وكله، واعتبر المواشي بتاكل منها بتشرب منها، والمواشي ايوه بتشرب منها واحنا بنشرب. مشروعك فاشل يا عبد الفتاح السيسي. انت المشروع بتاعك جاي لإبادة الشعب المصري. الشعب المصري اللي نايم ولا فاهم اي حاجة وبيعتقد ان انت رئيس وطني، وما يعرفش ان انت خاين وعميل وبعت مصر كلها، حتى مية النيل بعتها. عبد الفتاح السيسي يا مصريين جاء بأجندة بينفذ فيها بالحرف. عبد الفتاح السيسي عنده أجندة بينفذها. عبد الفتاح السيسي جاء لإفقار وتجويع وإضعاف الشعب المصري. معاه فيديو تاني لأرض تانية، اسمع كده. وبركاته. أنا مواطن مصري، حبيت أعمل تنمية محلية وأشتري أرض صحراء واستصلحها وأزرعها وأعمل تنمية محلية، حاجة تنفعنا وتنفع البلد، حاجة نعمل بيها اكتفاء ذاتي. معانا تجار، شوية تجار وسماسرة جمعية زراعية مشهرة ضحكت علينا هي والتجار والسماسرة، وباعوا لنا أرض ملك دولة بعد ما بعنا كل اللي حوالينا، بعد ما بعنا كل اللي نملكه، وفي الآخر الأرض تطلع ملك الدولة وملك الجيش، والجيش في الآخر جه خدها. انقذونا، ربنا يجعلكم سبب وتنقذونا، احنا اتخرب بيتنا، والله العظيم اتخرب بيتنا. أرض أصلا غير صالحة للزراعة، أرض مالحة عمرناها وخليناها صالحة للزراعة، صرفنا عليها دم قلبنا وخليناها صالحة للزراعة. انقذونا من الناس ديت الحرامية النصابين هقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مواطن مصري، حبيت أعمل تنمية محلية. عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعية اللي بعت للراجل دوت هي جمعية مشهرة وبعلم الحكومة وكل شيء. الجمعية خدت القرشين من الراجل وادته الأرض، وبعد ما استصلح وزرع وتعب وحولها الأرض صالحة للزراعة وتعب وشيء ورمى فلوسه فيها، جه الجيش أخدها على أساس إن الجمعية المشهرة دي في العراق ولا في الأردن، مش في قلب مصر. كلكم عصابة مع بعض، وكلكم عصابة، كلكم متفقين ان انتوا تعرفوا ازاي تقلبوا الشعب دوت وتسرقوه. الراجل معاه قرشين راح رماهم في ارض غير صالحة للزراعة، تعب فيها وحولها خلاها صالحة للزراعة. والجمعية اللي هو اشترى منها هي جمعية مشهرة في الدولة. امال يعني الجمعيات دي انتوا فاتحينها باترينا للنصب، تاخد الفلوس وبعد كده تروح تاخد الارض؟ طب الناس بتروح تستصلح وبتزرع اراضي وبتعمل انتاج يسند المواطن اللي انتوا بتزحفوه على وشه شويه. رحتوا خدتوا الارض من الراجل بعد ما رمى الفلوس فيها وهو كده وخلاص. طب نشوف الفيديو التاني. حياتي فيها وكان معايا قرشين، قلت أمن بيهم مستقبلي ومستقبل ولادي من بعدي. خدت حتة أرض على طريق أسيوط الغربي في منشية الجمال، والأرض كان ليها تخصيص تبع جمعية الفيوم الجديدة، وأنا كمان عندي عقد من محافظة الفيوم ودفعت ال 15% تقنين، وابتديت عشان هدفع الأقساط بتاعتي. دخل علينا جهاز مستقبل مصر، خدوا مننا الاراضي بالعافيه، يا اما تمضي تنازل عن الارض يا ما تدخلهاش يا اما تاجر. الكلام ده ما يرضيش ربنا يا ريس. عصابة السيسي مستمرة في النصب على المواطن المصري، وعلى تفتيشه وعلى تقليبه وعلى إفقاره وعلى تجويعه. أي مشروع يدعم المواطن، زراعي صناعي أي شيء، بيتم إبادته.
وبيتم النصب من الحكومة. عبد الفتاح السيسي هو عبارة عن رئيس عصابة، صدقونا مصريين. انتوا عارفين ان الحكومة بتاعتنا دايما وعود كاذبة كاذبة كاذبة، ما فيش وعد فيهم بيتحقق. الناس دي بيبيعوا لنا الأوهام، والناس دي مشاريعهم كلها وهمية. يعني مثلا عندك أحمد موسى اللي هو الإعلام الضلالي، اللي هو هيكون في أول الطابور في المحاسبة مع السيسي ومع الباقي في 2020 طلع قال لك إيه بقى؟ اسمع. الخير اللي ربنا بعته لكم فين؟ عرفت مكانه؟ عرفت مكان الغاز بتاعك فين؟ مكان البترول بتاعك فين؟ مكان الذهب بتاعك فين؟ اللي جاي للمصريين اللي هو اعتبارا من العام القادم، من العام القادم أعني الكلام، يبدأ هذا الخير بدايته تصل ذروته بإذن الله، بإذن الله. نتكلم 2020 تقريبا. نعم. الكلام ده في 2020 من 5 سنين، والسيسي من 15 سنة قال لك أغني الناس. السيسي اشتغل على الأجندة، باع مصر كلها، وقع اتفاقية المبادئ مع أثيوبيا، باع مية النيل. الناس بتروي دلوقتي مية صرف. أثيوبيا دلوقتي بنت 3 سدود بعد سد النهضة. انت يا مصري هيتم تنشيف ريقك، لا هتلاقي مية تروي، ولا هتلاقي مية تشرب، ولا هتلاقي مية تطبخ، ولا هتلاقي مية تروي تسقي لا مؤاخذة مواشي عندك، ولا هتعرف تربي ماشية، ولا هتعرف تربي شوية طيور زي الخير بتاع زمان اللي كان مال البيوت، ولا هتعرف تعمل أي حاجة. دي أجندة مدبرة ضد الشعب المصري. مصر بيتم ترقيعها من خلال عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد. طيب اسمع مصطفى مدبولي كده. منجم السكري، ويمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع واثناء جولتي في حديقه الفسطاط، الزياره اللي تمت لمنجم السكري. ويمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع واثناء جولتي في حديقه الفسطاط، ولكن الحقيقه كلنا كنا دايما بنسمع عن هذا المنجم، وكلنا بنتكلم على انه هو حاجه كبيره جدا. ولكن الحقيقه اللقاء والزياره نفسها مهما كان الواحد بيستمع ويعني بيتابع، والموضوع ده طبعا جزء من متابعتي الشخصيه لقطاع الثروه التعدينيه، ولكن دايما يعني الواحد لما بيشوف هذا الموضوع بعينه بيحس بحجم وضخامه الاستثمارات اللي موجوده في هذا القطاع الكبير جدا اللي هو قطاع واعد لمصر. والحمد لله يمكن المنجم زي ما حضراتكم استمعتم، ورئيس الشركه اللي هي انجلو جولد عشان تتكلم، ده من اكبر مناجم الذهب على مستوى العالم. هو بيعد من اكبر 20 ل 25 منجم على مستوى العالم، واحد من الاكبر 20 ل 25 منجم. والشيء المفرح ان مع وجود شركه عملاقه زي دي ودخلت، ان عملوا يعني استكشافات اضافيه على هذا المنجم اكدت ان ما زال في احتياطيات هتقضي 10 سنين اضافيه من الذهب. الشيء المهم مع وجود هذه الشركه العملاقه ان متوقع ان حجم انتاج الذهب اللي هيطلع من المنجم ده في ال8 سنين الجايه هيبقى اضعاف اللي طلع في ال15 سنه اللي فاتت. لان هو شكرا يا دكتور مصطفى، اتفضل سعادتك. اللي هيطلع هيبقى اضعاف ال15 سنه اللي فاتت. طب اللي طلع بقى في ال15 سنه اللي فاتت هو فين؟ الثروات والذهب والحاجات اللي طلعت في ال15 سنه اللي فاتت هم فين؟ طبعا في اوض نومكم، كل واحد صندوق خاص، صناديق خاصه. طبعا الثروات دي في غرف النوم يا مصطفى مدبولي يا رئيس الوزراء، ياللي هتاخد ايدك كده هتأنجج السيسي على القفص. والثروات اللي نهبتوها هتتاخد منكم تشتغل لحساب الغلابه. احمد موسى بيكلمنا عن الذهب وعن الثروات، والسيسي بيكلمنا عن ذهب وثروات، وانت بتكلمنا عن ذهب وثروات، وكل ده كذب واوهام في اوهام في اوهام في اوهام. ميه النيل اتباعت يا مصريين، مفيش حاجه اسمها ميه نيل. انت اذا كنت دلوقتي بتلاقي ميه تشربها او تروي شويه برسيم او شويه غله او كده، انت بعد سنه مش هتلاقيها. نشأة الديه طالع يقول لك وايه يعني لما اسيبها تاخد الميه. نشأة الديه الاعلامي
الحقير بيقول لك ايه يعني لما السيبه تاخد الميه؟ اهم حاجه عندنا الرئيس بتاعنا وبلدنا امان. يا نشأة هذه الأمان، الأمن القومي المصري، إن أنت يبقى عندك اكتفاء ذاتي في ميتك، في أكلك، في شربك، في صناعتك، في زراعتك، في استثمارك في البني آدم نفسه، اللي هو أنت عندك يد عاملة 60% من شباب مصر. قوة عمالية واستثمارية واقتصادية في مصر انتوا بتدمروا فيها. أنا عايز أقول لك يا نشأة دي، أنت والإعلام الحقير ده كله، ان انتوا بتساعدوا في التعتيم الاعلامي وتضليل الشعب، واخد بالك، وبتزودوا ثرواتكم على حساب الغلابه، وبتدعموا نظام بائس فاشل فاسد، هو ان مصيره السجن واخذ الثروات اللي نهبوها وارجاعها للغلابه تاني. اليوم ده جاي لا محالة، وانا معاكم هفضل اقول لك اليوم ده جاي لحد ما اطمن بنفسي ان انت في القفص يا نشأة هديه، انت واحمد موسى وعمرو اديب ولميس الحديدي، عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كامل الوزير وزير الداخلية وغيره كله، انتوا كلكم هتتحطوا في ورقة. يعني انا الفيديو الجاي الاسماء بتاعت الناس اللي هتتحاكم كلها بما فيهم الاعلام كامل هتتحط في الورقه دي بيضة. بس الفيديو الجاي هيبقى فيه الاسماء بتاعت الناس اللي هتتحاكم كلها وهيتاخد ثرواتهم كلها وترجع للشعب المصري تاني. كل البيع اللي الحكومه باعته هو بيع باطل. الموانئ المصريه بيع باطل، تيران وصنافير بيع باطل، رأس الحكمة بيع باطل، رأس جميلة بيع باطل، بنياس بيع باطل، كل ده بيع باطل، جزيرة الوراق بيع باطل، مية النيل هو بيع باطل. كل حاجة بتعملوها في مصر هي باطلة. أنا عايز أوريك بقى، عايز أقول لك حاجة بقى يا إعلام يا مصر يا ضلالي. إحنا بلدنا عايمة على بترول وعلى غاز وعلى ثروات، ومصر فيها خزائن الأرض، والشعب بتاعها جعان. ليه جعان؟ عشان بيحكم البلد عصابة، ورئيس العصابة دي هو عبد الفتاح السيسي. جاء بأجندة خارجية بينفذ فيها على أكمل وجه، وبيسرح الإعلام بتاعه على المصريين، بيوهمهم إن إحنا عايشين حالة حرب وإحنا ما عندناش، وإحنا كل ده هتتحاسبوا عليه. وإحنا قريب أوي نازلين الشارع، قريب نازلين الشارع. السلام عليكم.